هذا الاخوان هو الاب الدري اللي تقطعوا له رجلو في وجده، اللي دخلت فيه سطافيط فوق الطريطوار. نشوفوا التصريح ديال الاب ديالو. دهسه بحال هكذا راه صعيبه ما تحس بها كما نحس بها انا راه مشكل. مازال ما نعس 3 يومين، مازال ما نعس، مازال والله ما شفت النعاس، ما كليتش، شرب غير الماء. يعني راه صعيبه باش تشوف الولد ديالك، يعني الكبده ديالك تقطع له رجليه في عيش الشباب ديالو، راه صعيب. ونتمنى من الله خير ان شاء الله. مكتئب اصابت غير في رجلين بجوج، يعني رجل اليمنيه رجل اليسريه تقطعات لحقاش ضغطات بزاف، كلاتها بزاف. والرجل اليسريه يعني العروق ديالها ماشي مليح، يعني واحد مزيان وواحد فيه شويه شي مشكل. غنديوه للرباط المستشفى العسكري وفي الله. نتمنى من الله خير. بالنسبه للولد ديالي يعني باش تعرفوا بعدا ما نحطكم في الموضوع، ان الولد ديالي راه طالب جامعي في كليه العلوم، يعني عنده هذا هو السنه الاولى ديالو. وكما كتعرفوا راه الولد ديال الحمد لله ماشي واحد مشاغب ولا، وكتب عليه الله. وثاني حاجه انه باش نوضحوا للراي العام بان راه تضرب في التروطوار، راه الفيديو كاين. يعني الصراحه الاخوان هادشي هذا كيقطع في القلب. نتمناو ان هاد الدري وهاد الاب هذا المهم يكون شي تعويض، على الاقل يخفوا عليهم. كما كتعرفوا ان في الجل الوليد هاد الدري هذا راه مشات، والسيد طالب جامعي، طالب مزيون واعر، خرج يطالب بالحق ديالو اللي هو الصحه والتعليم بحالو بحال الناس. فالقدر هو هذا، مشاو له رجلو. فنتمنى يكون شي تعويض، على الاقل يخفوا عليه شويه الالام. كما كتعرفوا ان الرجل الاولى راه تقطعات حيت راه ما لقاو فيها ما يجمعوا، والرجل الثانيه راه مشى في طياره خاصه للمستشفى العسكري اللي بالرباط، وكيحاولوا ان هذا الرجل يتعالج. نتمنى ان شاء الله يكون خير ويكون شي تعويض من هذا الاب من هذا الدري. ونتمنى ما نبقاوش نشوفوا بحال هذه الحالات هذا معنا في المغرب، تكون هذه اخر حاله واخر مأساة. السلام عليكم.